عندي طفلة اسمها براء، كتير عانيت منها الفترة هذه. الرضاعة حتى بطلت تكسب مني، بطلت ترضع مني كويس. كنا يعني ناكل 3 وجبات في اليوم، بس حاليا صرنا بس وجبة واحدة في اليوم. من قلة الأكل صار الحليب عندي ما يشبعهاش، لدرجة إنه صار جسمها يضأل وتضعف، حتى خفت تروح مني. بنشتغل هنا في جمعية أصدقاء المريض على مشروع علاج سوء التغذية لدى الأطفال. ما يقارب من 250 إلى 300 حالة بترددوا على القسم للفحص لسوء التغذية بشكل يومي. ما يقارب 20 إلى 25% من هذه الأطفال بيطلعوا عنا سوء تغذية بسيط إلى متوسط، وما يقارب 10 إلى 13% سوء تغذية حاد. طبعا إحنا تحت ال6 شهور بنشجع دائما رضاعة طبيعية خالصة، ولكن الأم لسبب ظروف معينة أو كانت صحتها تعبانة أو عندها سوء تغذية ما بتقدر ترضع طبيعي بشكل كافي.